سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام طالبا. على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في الحلقة الخامسة من برنامجكم علم الفرائض. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن أسباب الإرث، وقلنا أول سبب من أسباب الإرث هو الزوجية. النهاردة هنكمل أسباب الإرث، وهناخد دلوقتي مع بعض السبب الثاني من أسباب الإرث وهو القرابة. والقرابة هي الصلة الناشئة عن الولادة بين الوارث والمورث، وتسمى القرابة الحقيقية تمييزا لها عن القرابة الحكمية التي تتمثل في العتق والولاء، وتعتبر القرابة الحقيقية أقوى أسباب الإرث. والأقارب المستحقون للإرث ثلاثة أنواع. النوع الأول أصحاب الفروض، وهم الأقارب الذين حدد لهم الشارع نصيبا معينا في التركة كالنصف والثلث والسدس، وينحصرون في 10 أفراد، 3 من الرجال وهم الأب والجد والأخ للأم، و7 من النساء وهم البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت الشقيقة والأخت للأب والأخت للأم. وقد يوصف أصحاب الفروض هؤلاء بالنسبيين لاتصالهم بمورثهم بصلة الدم والنسب، وهذا الوصف للتمييز بينهم وبين أصحاب الفرض السببي، وهم الزوج والزوجة اللذان يرث أحدهما الآخر بسبب عقد الزواج. النوع الثاني وهم العصبة النسبية، وهم أقارب الميت الذين ليس لهم نصيبا مقدرا في التركة، ولكنهم يأخذون الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض، أو يأخذون التركة كلها إن لم يوجد صاحب فرض. ويندرج تحت العصبة النسبية ما يلي: 1 فروع المتوفي وهم الابن وابن الابن مهما نزل. 2 أصوله وهم الأب والجد الصحيح وإن علا. حواشيه وهم إخوة الميت الأشقاء أو الإخوة للأب، وأعمام الميت الأشقاء أو الأب وأبنائهم جميعا وإن نزلوا. النوع الثالث ذوي الأرحام، وهم أقارب المتوفي الذين ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبة النسبية، مثل ابن البنت وبنت الأخ والعمة والخالة. وتوريث ذوي الأرحام عند من يقول بتوريثهم لا يكون إلا عند عدم وجود صاحب فرض أو عاصب نسبي، لأن قرابتهم للميت أقل من قرابة هؤلاء. وقد قسم شارح الرحبية الناس بالنسبة إلى الإرث وعدمه إلى أقسام 4، فقال: فائدة الناس في الإرث وعدمه على 4 أقسام: قسم يرث ويورث، وقسم يرث ولا يورث، وقسم يورث ولا يرث، وقسم لا يرث ولا يورث. فالأول كثير كالأخوين والأصل مع فرعه والزوجين ونحو ذلك، والثاني كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم لا يورثون لقوله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء نرث ولا نورث ما تركناه صدقة. والثالث المبعض، فإنه لا يرث عندنا ويورث عنه جميع ما تركه ببعضه الحر لأنه تام الملك. والرابع كالرقيق والمرتد، فلا يرثان ولا يورثان. السبب الثالث من أسباب الإرث وهو الولاء، وهو لغة السلطة والنصرة، ويطلق على القرابة، والمراد به هنا ولاء العتاق أي الذي سببه العتق. وولاء العتق عصبة سببها نعمة الناطق على رقيقه بالعتق، سواء كان عتقا منجزا أو معلقا. من يرث بالولاء
يرث به المعتق الذي باشر العتق، ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، لأن الولاء يورث به ولا يورث كما يأتي بيانه في باب التعصب دون العتيق، فلا يرث من معتقه، فالولاء إذ يورث به من جانب واحد وهو جانب المعتق، لأن الإنعام من جهته فقط فاختص الإرث به. وإلى هنا انتهت حلقة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.